مين مثلك الأعلى في الشعر وحابب تبقى زيه، قدوتك؟ والله يا استاذه طبعا الفضل راجع لاسره نادي ادب الزجاجيج. اساتذتي اللي انا بتعلم منهم الكثير طبعا في كتابه الشعر، زي الاستاذ محمد الديب والاستاذ عصام صقر. طبعا دول الناس دول برضه ناس عظماء طبعا، وليهم التحيه والتقدير مني. موجودين في النادي وبتتعلم منهم ايوه الشعر؟ طبعا، ايوه طبعا. قدوتك. طبعا. تمام. كنا عايزين برضو نسمع حاجة. كبرت ليه يا امي والعيا الصابك، وشيل الهم ضيع صباك وشبابك. وكمان يا امي انت بتشكي من سنانك، وردت عليا وقالت لي اهو ضاع الشباب عليك، واسال اخواتك ما هم كمان خدوا من صحتي جانب. واهو ضاع الشباب وضاع الصبا عليك انت واخواتك. ورديت عليها وقلت لها بقيتي عجوزه وفي نظري صبيه، وانت يا امي نور عينيا. وايه يا امي اللي جرالك؟ ما كنت يما عايشه سن حريم ولادك، وتصحي من نجمه وتفتحي بابك. خلاص يا امي العجز جاب قرارك، بس وشك منور ولسه بخضارك. جميل جميل. كنت عايز أعرف إزاي بتجيلك فكرة كتابة القصيدة؟ وكل قصيده لها موضوع معين، يعني مثلا ممكن اشوف حادث قدامي فان انا اعبر عنه بطريقه تانية، طريقة أهل الشعر. مثلا أشوف تعابير وش، مثلا أنا مثلا كتبت القصيدة ديت لما بصيت لتعابير وش أمي، فحبيت إن أنا أكتب قصيدة ليها. يعني أنت مجرد بتحاول إن أنت تجيب من الواقع، كل قصايدك من الواقع. من الواقع. فكرة بتجيلك من أي موقف فبتقول بتصيغها في صورة شعر. بالظبط.